مبروك عواشركم. كنتمنى تكون عجبتكم المقدمه ديال الفيديو. اليوم جيت نشارك معكم هذا الفقاس اللي بنين بزاف. كان عندي كوموند ديال مملحات وقلت علاش لا نتشارك معكم. عندي هنا واحد 250 غرام ديال الزبده ديال العبار، هي اللي كتجي لذيذه وهي اللي كيبغيوها الكليان ديالي. عندي هنايا واحد نص كاس مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت العاديه. واحد 3 ديال الفرماج جنب المثلث او المربع. عندي معلقه صغيره عامره ديال توم بودره، معلقه صغيره ديال السودانيه، وكذلك معلقه كبيره ديال توابل البسطيله هي اللي خدمت بها انا. ممكن تعوضوها بتوابل مكسيكيه او دامه البنه ديال الحوت. عندي هنا واحد المعلقه صغيره عامره ديال الملحه، ونص معلقه صغيره ديال السنيده. كذلك عندي الموتارد وبيضه والهريسه والدقيق حسب الخليط. تقريبا غادي نخدم كيلو ديال الدقيق. عندي هنا ديال الحلوى، ممكن تخدموا حتى الدقيق العادي حتى هو كيجي مزيان. انا عندي هنايا ديال الحلوى. بالنسبه للسوائل عندي كاس الحليب وعندي كاس ديال الماء، ولكن انا بالنسبه لكاس الماء غادي ينفعني هنايا غير تقريبا 2 المعالق تاع الماء، هي اللي غتجمع لي العجين. غادي ناخذ النواشف كلها في خطره، غادي نخلطها نرملها في الدقيق، وعاد غناخذ الزبده والموتارد والفرomاج والبيض والهريسه، غادي نخلطهم مزيان، نرمل بهم هذاك الدقيق وحتى الزيت حتى هو. خاصنا نخدموه بحال شكل صابلي باش اللي بلا دخلناه الفران ما يصغرش لينا صابلي. هذا هو السر ديال صابلي، كيبقى مقرمش وكيبقى في الحجم ديالو كيف قطعتيه ما كيصغرش ليك. كنجمع هذاك العجين بلا ما ندلكها بكاس ديال الحليب، وتقريبا في الماء غادي تقدني 2 المعالق ديال الماء فقط، هي باش جمعت العجين. ما تنسوش بان راه فيها الزبده، راها بسرعه غادي تجمع لكم. صافي قسمتها هنا على 4 الحصص وغادي نخشيها في الثلاجه. تقريبا انا ما تعطلتش بزاف، راه بسرعه خدمت بها. بالنسبه للنكهات هنا غادي نخدم ب3 ديال النكهات، ووحده غادي نخليها ما فيها استنكه، غادي ندير لها الزرارع. عندي هنايا الفرomاج فومي غادي نحكو بالحكاكه الرقيقه. بالنسبه لهاد الفرomاج فومي راه خديته انا بالاعشاب، راه كيتباع في اي سوبر مارشي. خذوا هذيك 10 دراهم راه كافيه. خذوها صاينه بلا ما يقطعوها لكم رقائق هكا صغار. وكذلك لدان فيمي حتى هو حكيتو، حتى هو خايده تقريبا 100 غرام. وهنا عندي الزرارع، الزريعه العاديه وكذلك زريعه القرعه، وعندي مخلطه معاها حتى الزنجلان الكحل. ممكن تعوضوه بالحبه السوداء. هنا خديت الشكل الاول اللي درته هكا طويل، اللي هو خلطت فيه الفرomاج فومي مع الحبه السوداء. جا لذيذ، واحد المزيج جات خطيره، حماقوا عليها الكليان ديالي، جات بنينه بزاف بزاف. والسر كذلك حتى في الجوده ديال الزبده، كتعطي لذه خطيره وكتعطي واحد القرمشه زوينه. اما بالنسبه اللي فيهم الحار خدمت بلا صوص الحاره. ممكن تخدموا حتى بالهريسه العاديه اللي كنشرو من عند موس الزيتون، وممكن تعوضوا هذيك المعدنوس الكارم اللي خديته انا بالمعدنوس الطري. صافي وجمعتها ودرتها في الثلاجه. بالنسبه للثالث، الشكل الثالث غادي نسرح العجين سامبل، ما درت فيها انا والو. غادي نطلقها بالمدلك، تكون رقيقه، تحاولوا ديروها رقيقه وقادوا الجوانب ديالها. وغادي ندير في هذيك لادان فومي اللي حكيته بالحكاكه رقيقه، وغندوز عليه بالمدلك باش اللي يثبت ليا في العجين مزيان مزيان. ونقدر نروليها هكا، تكون هكا ندير واحد البودان هكا يكون رقيق ماشي غليظ بزاف، ونقطع هكا. تقريبا خرجت ليا شي 4 ديال البودان هاد العجين. كيف شفتوا الشكل ديالها راه فوق في على الصوره. وغادي نخشيهم في المجمد تقريبا واحد ربع ساعه حتى نص ساعه، ومن بعد غادي نجبدهم. ما نخليهمش حتى يتكونجلاو بزاف باش يسهل علينا تقطع ونطيبوهم ان شاء الله. بالنسبه للشكل اللي فيه الفرomاج فيمي والحبه السوداء اللي كيجيو هكا على الطولي، هادوك ساهلين بزاف. كنطلق العجين على قد اللاطه ديالي، كنطلقها مزيان تكون رقيقه، وكنقطعها هكا بالجراره هكا. كيف شفتوا الشكل ديالها ساهل بزاف.
ديروها في ورق الزبده ولا هكا في بلاستيكه وقلبوها في اللاطه، راها ساهله ودخلوها الفران. بالنسبه للشكل ديال الزرارع، انا خديت هاد القطعه على شكل زريعه وكنديرها في الدقيق وكنطلق العجين. هاد العجين هي اللي ما درت فيها حتى نكهه. كيف شفتوا الشكل ديالها كيجي زوين بزاف وكتجي صحيه لان فيها كاع الزرارع. صافي غادي نعمر اللاطه كامله وكناخذ بيض البيض وكندير فيه شويه ديال لاصوص صوي باش نحيدو داك الزفوره ديال البيض وباش تلصق ليا حتى الزرارع. وكنخلط هذوك الزرارع اللي فيهم الزنجلان الكحل وفيهم الزريعه القرعه وفيهم حتى الزريعه ديال نوار الشمس. والطريقه باش يثبتوا لينا كنعاود ندير فوق منهم واحد شويه ديال بيض البيض باش كيثبتوا ليا دوك الزرارع فوق صابلي. كيجيو ولدادين بزاف هادو، كيحمقوا عليهم صراحه، كيجيو ولداد وصحيين. بالنسبه ها نتوما كيف شفتوا هي طابت. وبالنسبه للطياب ديال الفران، انا عندي فران الضو كندير الحراره ما بين 150 ل 160 ما كنفوتهاش. والفران قبل ما ندخل الصابلي خاصو يكون سخون قبل بربع ساعه، وعاد اللي كندخلوا اللاطه باش اللي كيطيب لينا على خاطرو وكتجينا ديك القرمشه كيجي لذيذ الصراحه. حتى هذه ها هي طيبتها. شتي الطياب ما خصوش يجي يتحمر بزاف بزاف، خاصو يجي بحال كيف ما هكا، يجي ما هو محمر غير شويه، ما يجيش بزاف باش اللي تجينا فيه القرمشه. هنا غادي نخدم الشكل اللي فيه الحار. غادي نقطعو هكا بالجراره ولا ممكن تقطعو بديال بيتزا احسن. وبديت كنقطع هكا مثلثات عشوائيه حتى كملت هذيك العجين كامله. هذه درتها عشوائيه هكا حتى هي كتعطي منظر زوين وجات لذيذه بزاف هذه ديال الحار. بالنسبه لهذا الشكل راني بصراحه نسيت ما صورش لكم. المهم انا قطعته بحال هكا كيف جبت البوده من الكونجيلاتور وبديت كنقطع فيه هكا باش كيجيني هكا دواور. وهو تقطع ما تخليوه حتى يقصح بزاف في الفريغو، غير هكا شويه يجمع راسو وتجبدوه تقطعوه، حيت الا خليتوه حتى ولا كونجلي راه غيولي يتفرتك ليكم. صافي ها نتوما كيف شفتوا. حكم عندك ولا هك يا ودير علاش رجعي هاي واقفه في الباب